ده الفايز بعد ما خلص. شايفه شكله؟ بصي بصي، شايفه؟ شايفه شكله حلو ازاي؟ طعمه كمان حلو خالص. شايفه؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض فايش، او شويه قراقيش كده. ينفعوا للفطار، ينفعوا للجوع اخر الليل، ينفع في حاجات كتيره. دلوقتي دول مبدئيا 5 كوبايات دقيق بالكوبايه المعياريه، معلقتين سمسم كبار حطيناهم، وبعدين هنحط كمان سكر. نحط، شايفين؟ حوالي يعني 3 معالق كده عشان يبقى طعمه حلو. بالمعلقه الصغيره دي معلقه صغيره، لو هتحطي في الصغيره حطي حوالي 4 معالق. دي كده تمام. وبعدين حطي شايفه ان دي المعلقه الصغيره معلقه بيكنج باودر. وبعدين حطي كمان الخميره. انا الخميره بتاعتي انا مجرباها وتمام. لو انت مش مجربه الخميره يبقى في الحاله دي لازم انك انت تعملي لها اختبار الاول. انا الخميره بتاعتي انا متاكده منها. حطيت بصي 1.5 معلقة بالمعلقه الصغيره بتاعه الشاي. كده كل المكونات الجافه حطيناها مع بعض. هنحط كمان ذره ملح، الملح بس حته صغيره. هنبدا نخلط المكونات الجافه دي مع بعضها. هنا دي كوباية لبن، عليها كوباية زبادي بالكوباية المعيارية برضو، وحطيت عليها 2 معلقة من الزبدة. ينفع تحطي سمنة برضو، وطبعا مدفياها مخليها دافية. نحط نحاول نظبط العجينة. نسيبها تغوص مية نحط لها. عندك لبن حطي، عندك زبادي حطي، ما عندكيش حطي مية عادي. دي مش مكونات كيكة. احنا خلاص حطينا زبادي، حطينا لبن، وحطينا كمان معلقة زبدة. ده كان شكل العجينة بتاعتي. خلاص اتعجنت كويس. بحط لها بس 2 معلقة من زيت الزيتون بس عشان اظبطها. شايفه انا عايزاها كده، انا عايزه العجينه كده. شايفه شكلها عامل ازاي؟ شايفه طريه وبتمط معاكي. هي دي العجينه زي ما احنا عايزينها في الفايش. احنا عملنا بس كميه صغيره عشان بس اوريكم. ماشي، هسيبها دلوقتي تختمر وهاجي لكم. وبعد ما تختمر بعد حوالي 40 دقيقه لساعه هاجي اعملها اظبطها معاكم.
فين المحتوى ده؟